وصباح الخير يا أحلى متابعين، يسعد لي كل أوقاتكم. واليوم إجا أخي الكبير، طبعا جايب هالفولات مشان نفطر مع بعض، وأنا قمت جهزت هالسفرة مشان نفطر ونفطر هالولاد. وطبعا هون سويت شاي وبصل، بتعرفوا هاد الأساس جنب أطيب شي جنب بصل. انتو شو فطرتوا اليوم؟ شلون كان يومكن؟ أنا هيك كان روتيني. يا صبايا الله وكيلكن، ما عم أفضى أصور مثل العالم، عن جد ولاد وعجقة وهيك ما عم أقدر أسوي شي. يا أحلى متابعين، والله ما عم بشوف التفاعل منكن، شدوا الهم شوي. وهيك طبعا خلينا نفطر ونرجع لكم. هيك خلصنا، شلنا السفرة وهلا بجليت جريان كمان. هيك خلصنا وهلا صار بدها فنجانين قهوة. هون طبعا بنت أخوي هي اللي عم تساعدني، والله لولاها ما بحسن لا أصور ولا أسوي شي. أنا بنتي ما عم تسكت، هي بتسكت البنت وبتسوي لنا قهوة وتساعدني بشغل البيت كمان، الله يحفظها يا رب. كملوا الفيديو للأخير. انتو شو رح تعملوا اليوم عشاء؟ والله أنا اليوم بدي أسوي رز ببازيلا، شي بحير. اكتبولي بالتعليقات انتو شو عملتوا، وش بدكم تعملوا. طبعا هون خلصنا، لمينا الجليات ونظفنا الغرفة، نظفنا الأراضي وشطفنا مشان نبلش بالطبخة. وهون بنت أخوي كمان أنا علمتها، حاطة هون الطبخة على النار، شايفين كيف ما شاء الله عليها، صايرة صبية بتعرف كل شي. ويا صبايا هذا اللعبة كتير حلوة على الشاشة، حطوها لأولادكن وجربوها. شايفين كيف ابني عم يلعب؟ طبعا يا صبايا هون بلشت أمي تتحسن الحمد لله. وهيك طبعا تعشينا وخلصنا، وهون مرت أخوي جهز لنا كاس المتة والبزر وشغلات، يسلم إيديها والله، عملت لنا قعدة كتير حلوة. هون ناموا الولاد، طبعا صار القعدة رواق، بتعرفوا انتو لما ننيموا الولاد كيف بصير جو. طبعا ناموا الولاد من دون شر، شايفين كيف؟ والله الجو كتير كتير حلو. يا صبايا هذا بشو صبايا، هي هريسة اللوز بتذكرني بأيام سوريا كتير طيبة. وهون وصلنا لآخر فيديو، لا تنسوا تشتركوا وتحطوا لايك، وباي باي.